الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعيني، متابعين قناة لمسة شيف فنان. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين هنعمل الجو أو بديل الدمجلاس. تمام. الصوص ده بنحتاجه للحوم المشوية. تمام، خاصة يعني هو بيتعمل اللحوم المشوية بحيث إن احنا ناكل اللحمة ما توقفش إيه كده وإحنا بناكلها. تمام، تبقى حاجة كده إيه، بتساعد إن اللحمة تتاكل يعني معانا. ماشي، هنجيب مع بعضنا بصلة. تمام، طبعًا هو الجو ده اللي هو عصارة اللحمة أو عصير اللحمة أو المَيّة اللي بتنزل من اللحمة بناخدها وبنعمل بيها إيه، الجو. زي ما حضراتكم شُفتوا كده بنجيب بصلة وبنقطّعها إيه، برنواز ناعم. ماشي، هنعمل البوكيه جارنيه. تمام، اللي هو مكوّن من إيه البوكيه جارنيه زي ما قُلت لحضراتكم قبل كده، اللي هو جزر وكرفس وبصل وكُرّات. تمام، طبعًا قطّعنا البصلة برنواز فينو ناعم. ماشي، برنواز أو فينو عادي يعني، دي تقطيعة ودي تقطيعة. وبعد كده جبنا الجزر وقطعناه برضه بالشكل ده، ومعانا الكرفس ومعانا الكرات الأبيض. الكرات الأبيض مش الكرات البلدي. تمام، قطعناهم بالشكل ده. وهيكون معانا إيه بقى، شغة لحمة أو حتتين لحمة أو دبرهات لحمة. تمام، عشان إيه، ما نستخدمهاش يعني دبرهات لحمة ما نكونش هنستخدمها أو الشغل. ماشي، بنجيب طاسة أو الحلة بتاعتنا وبنسخّنها جامد جدًا. ماشي، وبنحط مادة دهنية عندنا وبننزل بالشغل ده. تمام، إيه اللي هيحصل بقى، إحنا طبعًا عايزين ناخد اللون منه، عايزينه يطلع منه إيه، اللون البراون. طبعًا هنشوّحهم ونقلّبهم لحد ما يبقوا معانا بالإيه، ياخدوا اللون البراون جامد. خدوا اللون ده تمام، ده عشان هو هيلوّن معانا الصوص. بننزل عليهم بالبصلة وبنقلّب لحد ما البصلة تاخد برضه اللون البراون. تمام، عشان تخلّي اللون الصوص معانا لونه إيه، براون. هنقلّبهم معانا لحد ما يبقوا بالشكل ده، وهنحط الجزر والكرفس معانا ده عشان يدّي الflavor، يدّي معانا إيه، طعم للصوص. ممكن ما نحطش البouquet garni ونكتفي بالبصل واللحمة وبنحط صوص، ولكن أنا حبيت إن أنا أحط البouquet garni الجزر والحاجات دي عشان يدّوا معانا طعم في الإيه، في الصوص اللي هنعمله. تمام، حطيناه وبنقلّبهم كام تقليبة كده. وبعد كده بنحط البيون بتاعنا، لو عندنا بيون لحمة ما فيش مشكلة. لو ممكن مَيّة سخنة وإيه، ونحطها ونسيبهم يغلوا، ونسيبهم بقى يغلوا لحد ما ياخدوا الإيه، اللون. وإحنا بقى طبعًا نسيبهم يغلوا، هنيجي بقى في الجنب تاني نعمل معانا إيه، هنجيب شوية نشا ونعملهم بشوية مَيّة، أو ممكن نعمل الرو اللي أنا عملته قبل كده في كذا حلقة، باللي هو الدقيق والزبدة وإيه، ودقيق. ماشي، أو ممكن في كذا مادة للربط. غلى معانا بقى بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، واللون خد اللون البراون. تمام، هنيجي نصفّيه في طاسة تانية. ماشي، في طاسة تانية على النار برضه ونسيبه إيه، يغلي زي كده. وبننزل بالمادة الرابطة بتاعتنا اللي هي النشا اللي إحنا عملناها. تمام، وبنقلّبه ونحط بقى الملح والفلفل بتاعنا وبنسيبه يغلي، ناخد غلوة كده بقى بالشكل معانا ده. هو ده الصوص اللي إحنا عايزينه المطلوب بتاعنا. طبعًا ده بيتعمل في دقايق، على السريع. ماشي، طبعًا الدمجلاس قصة تانية، قصة كبيرة. تمام، مش هينفع نعملها في البيوت، لإن الدمجلاس بياخد 12 ساعة على النار. تمام بقى، وعضم بتلو وقصة كبيرة. فطبعًا ده بديل للدمجلاس.